أنا عندي 42 سنة وكنت متجوزة من 20 سنة، وجوزي توفى من 4 سنين، وعندي بنت واحدة والحمد لله جوزتها من 4 شهور، وبقيت قاعدة في البيت لوحدي، وبنتي اللي كانت بتسليني ومالية عليا حياتي ما بقتش موجودة ولا حتى بقت قريبة مني، لأنها اتجوزت في محافظة تانية بعيدة بعيدة جدا عني. جوزي كان بنيلنا بيت بدورين في منطقة المرج قبل ما يتوفى، والحمد لله قدرت أساعد بنتي في جهازها من المعاش بتاعه لحد لما اتجوزت. ومن بعد ما بقيت قاعدة لوحدي وأنا طول اليوم قاعدة قدام التلفزيون، ما أنا مش لاقية أي حاجة تسليني أو يعني أقضي وقتي فيها. ومن أسبوعين لقيت حنفية المطبخ عمالة بتنقط معايا كتير، مع إني بكون قافلاها كويس جدا، فكان لازم أشوف حد إن هو يصلحها، وأنا معرفش حد، لأن جوزي الله يرحمه هو اللي كان بيتعامل مع الصنايعية، وأوقات كتير هو اللي كان بيصلح الحاجة بنفسه. المهم إن أنا مشتركة في جروبات بتاعة منطقة المرجع، فكتبت كده إن أنا عاوزة سباك. لقيت ناس كتير بعتت لي أرقام تليفونات كتير، رحت مختارة رقم كده ومكلماه. اتصلت بيه وقلت له لو سمحت أنا عندي مشكلة في الحنفية. قال لي طيب مكانك فين؟ قلت له أنا من المرج، ووصفت له المكان اللي أنا ساكنة فيه، بس حسيته كده يعني مش عارف المكان كويس، وحسيته إن هو مش من المرج، فبقول له هو أنت مش من المرج؟ قال لي لا مش من المرج، بس بروح أي مكان ما تقلقيش. قلت له تمام، واتفق معايا إن هو هيجيلي تاني يوم على الظهر كده. وتاني يوم على الساعة 11 الظهر كلمته وفضلت متابعة معاه لحد لما وصل قدام البيت. نزلت فتحت له الباب العمارة ودخل، لقيته شاب عنده حوالي 23 سنة كده أو 24، ومعاه شنطة كده في إيده جايب فيها العدة بتاعته. المهم قفلت الباب بتاع البيت وطلعت قدامه، وهو طلع ورايا ودخلنا الشقة. فأنا أول ما شفته كده في النور فأنا استغربت شكله قوي، وحسيت إن هو سنه صغير جدا على الشغلانة دي. فبقول له هو أنت شغال بقالك قد إيه؟ قال لي أنا شغال من وأنا عندي 10 سنين مع أبويا، بس هو تعب ما أنا اللي بقيت أنزل أشتغل وبصرف على البيت، وعلى فكرة أنا متعلم ومعايا شهادة ومخلص معهد بعد 4 سنين. بصراحة أنا استجدعته واسترجلته قوي، وبما إنه كان جايلي يعني من مشوار طويل فقلت له اقعد تريح كده الأول وبعد كده نشوف الحنفية. المهم قعد وقلت له تشرب إيه؟ ومعلش أنا ما عنديش حد هنا ينزل علشان يجيب لك حاجة ساقعة. قال لي لا ولا يهمك، أنا والله مش عايز أي حاجة. المهم قام كده وقال لي فين الحنفية اللي فيها المشكلة؟ قلت له تعالى ورايا، ودخلته المطبخ ووريته الحنفية البايظة، وأنا وقفت جنبه علشان أعمل له كوباية شاي. المهم فك الحنفية وقال لي إن القلب بتاعها بايظ وعايز يتغير، ممكن تخلي أي حد من عندك يشتريها وأنا أركبها لك؟ قلت له طيب دلوقتي أنا قلت لك إن أنا ما عنديش حد علشان ينزل. راح باصص لي كده وقال لي يا مدام والله أنا مش بشتري حاجة للزبون، أو بشتري حاجة لما الزبون نفسه يكون واقف معايا علشان الناس تبقى مطمنة يعني وكده. قلت له أنت اسمك إيه؟ قال لي أنا أحمد. قلت له بص يا أحمد، والله أنا عايشة هنا لوحدي، ما عنديش حد لا ينزل ولا يطلع، وأنا واثقة فيك يعني الموضوع بسيط جدا. واديت له 100 جنيه علشان يجيب لي قلب كده بتاع الحنفية. قال لي بس أنا معرفش محلات هنا. المهم وصفت له محل ونزل جاب الحاجة اللي هو عاوزها وجدا يشتغل في تركيب الحنفية، وأنا كنت واقفة جنبه كنت بتفرج عليه، ولقيته بيسألني هو حضرتك عايشة هنا لوحدك ليه؟ ما عندكيش ولاد؟ قلت له عندي بنت واتجوزت وجوزي توفى من 4 سنين. قال لي ربنا يكون في عونك، مفيش أصعب من الوحدة. حسيت إن هو مش عيل صغير، وحسيت إن من كتر ما هو شاف الدنيا يعني بما إنه شغال من هو عنده 10 سنين فحسيت إن دماغه كبيرة. فضلت أتكلم معاه حتى بعد ما خلص تركيب الحنفية، وعجبني أسلوبه وطريقته وكلامه قوي. المهم هو ماشي بقوله الحساب كام؟ قال لي والله ولا حاجة، ومرضيش ياخد مني فلوس أبدا، رغم إني صممت وحلفت عليه، بس هو رفض ياخد مني أي فلوس ومشي. وأنا بقيت مستغربة جدعنته ورجولته، علشان عارف إني عايشة لوحدي وما معيش حد، مرضيش ياخد مني فلوس. وبعد ما نزل من عندي ب10 دقايق اتصلت بيه علشان أطمن عليه وأشوف عرف يركب أو يوصل ولا لأ. كلمته وقال لي الحمد لله أنا ركبت العربية أهو وتمام. المهم فضلت أشكره في التليفون كتير، وقلت له بس دلوقتي أنا لو حصل عندي حاجة مش هتصل بيك تاني. قال لي ليه بس بتقولي كده، في إيه؟ قلت له علشان موضوع الفلوس ده. قال لي لا لو في أي حاجة في أي وقت كلميني وأنا عنيا ليكي، وأنا هسجل رقمك دلوقتي عندي علشان وقت ما تتصلي أبقى عارفك. قلت له خلاص ماشي. بعدها بيومين كنت قاعدة بتفرج على التلفزيون، كانت الساعة 11 بالليل، لقيت رسالة جات لي على الموبايل. فتحت الموبايل لقيت حد بعت لي رسالة على الواتساب، فتحتها لقيته أحمد اللي كان بعت لي الرسالة، وبعت لي فيها وردة حمراء وكاتب فيها ازيك عامل ايه، يا رب تكون بخير. بصراحة فرحت قوي برسالته وقلت له الحمد لله أنا كويسة، انت عامل ايه؟
قال لي الحمد لله تمام. قال لي الحنفية شغالة كويس؟ قلت له زي الفل، تسلم ايدك، معلش تعبتك معايا اليوم ده. المهم خدنا الكلام أنا وهو لحد الساعة 3 الفجر، ومن بعد الكلام معاه حسيت إن كان في حاجات جوايا فاضية وحد جه ملاها، يعني الفراغ والوحدة اللي كنت حاسس بيهم حسيتهم اتملوا، وإن حد يسأل عليا دي بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا. ونمت اليوم ده وأنا كنت مرتاحة نفسيا قوي. بدأت أحس إن أنا مستنية يبعت لي رسالة. حسيت نفسي رجعت بالزمن وبقى عندي 20 سنة، كأني بنت مستنية رسالة من حبيبها. والأول مرة من ساعة وفاة جوزي أحس بالإحساس ده، رغم إني واخدة عهد على نفسي إني مش هتجوز ولا هكلم حد تاني. بس معرفش إيه اللي حصل لي، لقيت نفسي ضعفت وما صدقت ألاقي حد يتكلم معايا، مع إن من بعد وفاة جوزي اتقدم لي ناس كتير جدا، لأني الحمد لله جميلة جدا، بس أنا كنت برفض أي حد وما كنتش عايزة أتجوز تاني. تاني يوم لقيت أحمد بيترسل وبيسلم عليا وبيسأل عني، وبقينا كل يوم بالليل نسهر نتكلم على الواتساب، لدرجة إن فعلا بقى صاحب جدع قوي بالنسبة لي. وفتحت له قلبي وحكيت له على تفاصيل ما كنتش أتخيل إن ممكن في يوم من الأيام أحكيها لواحد غريب، لدرجة كمان إن حسيت إن مفيش فرق في السن ما بينا من كتر ما احنا متفاهمين جدا في الكلام مع بعض. وحسيت قد إيه إن هو إنسان ناضج. بدأ يعترف لي إن هو معجب بيا من ساعة ما شافني. قلت له بس أنا أكبر منك بحوالي 20 سنة. قال لي مستحيل، انت شكلك أصغر من سنك بكتير جدا، انت بالكتير قوي 32 سنة. قلت له والله العظيم أنا عندي 42 سنة، بس أنا اللي محافظ على شكلي. أقول لك على حاجة؟ قلت له إيه؟ قال لي أنا من ساعة ما مشيت من عندك وأنا حاسس إنك وحشني. الكلام ده كبير قوي وأنا مش قد الكلام الحلو ده. قال لي والله العظيم ما بكدب عليك، أنا بقولك اللي حسيت بيه أول ما مشيت من عندك. قلت له على فكرة أنت كمان أنا كنت معجب بيك جدا وبشخصيتك ورجولتك وجدعنتك معايا. قال لي طيب مفيش حاجة في البيت باظت تاني علشان أجي أصلحها لك؟ قلت له أنت تيجي وتنور في أي وقت، مش لازم يكون في حاجة بايظة. قال لي خلاص شوفي اليوم اللي يناسبك إمتى، ولو عندك أي حاجة في الشقة عاوزة تتعمل، مش شرط يعني سباك، يعني أي حاجة عندك بايظة قوليلي عليها وأنا عنيا ليكي. جالي بعدها مرتين البيت وحسيت إن هو بقى حد قريب مني قوي. ما حصلش في المرتين بينا أي حاجة، بس في المرة التالتة لما جالي قال أنا عاوز أظبط لي كده شوية حاجات في الكهرباء. قلت له ما هي كويسة أهي. قال لي لأ، أنا حاسس إن الإضاءة عندك في الأوض ضعيفة. قلت له أنت بتفهم بقى في الكهرباء؟ قال لي وبدأ يلعب في المفاتيح بتاعة الكهرباء اللي هي على باب الشقة. وفجأة لقيت الدنيا ضلمت، وأنا بطبيعتي بخاف جدا من الضلمة، وكنت ساعتها واقفة جنبه، ومن كتر خوفي لقيتني بقول له في إيه؟ أنا خايفة جدا. قال لي ما تخافيش، في مفتاح بس تقريبا كده عمل قفلة، والمفتاح ده في أوضة النوم. وراح مطلع الموبايل بتاعه ومشغل الكشاف وبدأ يروح ناحية أوضة النوم. قلت له ما تسيبنيش لوحدي. راح مادد إيده ورحت مسكاها، ودي كانت أول مرة مسك إيده، وراح واخدني ودخلنا أوضة النوم، وراح طافي الكشاف بعد ما دخلنا والدنيا بقت ضلمة جدا في الأوضة، وقال لي أنتي خايفة؟ قلت له أنا مرعوبة مش خايفة بس. وراح مقرب مني كده ووقف قدامي وقال لي طيب وأنا قريب منك كده خايفة؟ قلت له يعني خايفة شوية. فجأة راح مقرب مني كده ولقيت نفسي في حضنه. قال لي وكده لسه خايفة برضه ومرعوبة؟ ساعتها أنا حسيت إن جسمي كله اترعش وقلبي فضل يدق جامد. أنا بقالي 4 سنين مفيش راجل لمسني، والموقف ده خلاني يعني فقدت أعصابي وما قدرتش أرد عليه، لأن هو في الوقت ده عمال بيحضن، ودي كانت أول مرة في حياته إنه يقرب من واحدة ويلمسها بالطريقة دي. فكان الموضوع عجبه قوي لدرجة إني ما كنتش عارفة هو بيعمل إيه من كتر الحاجات اللي كان بيعملها وأنا واقفة قدامه. في الوقت ده حسيت إني لازم أفوق من الموقف ده، وبالعافية جمعت أعصابي وقلت له كفاية كده وبعدته عني. راح خرج من الأوضة وراح مشغل الكهرباء تاني، هو اللي كان قاصد إن هو يطفي النور بتاع الكهرباء. وبعد ما شغل النور قال لي إيه اللي حصل؟ أنت زعلتي مني ولا إيه؟ مرضتش أرد عليه، وهو فضل يتحايل عليا علشان اتكلم، بس أنا من صدمة الموقف اللي حصل ما بقتش قادرة أتكلم أو إن أنا أقول له أي حاجة. بعدها بربع ساعة من المحايلات وإني برضو مصممة إني مردش عليه ولا حتى قادرة أتكلم، نزل. وبعد ما نزل قفلت باب الشقة، قعدت على السرير وأنا مش مصدقة منه اللي حصل، وقلت المفروض ده ما كانش يحصل، بس بيني وبين نفسي يعني حسيت إني كنت مبسوطة بكده، مبسوطة إن في حد قريب مني، إن حد احتواني، خصوصا إن كان حنين جدا معايا. وبقيت في صراع مع نفسي في حاجة أنا حباها ونفسي فيها، وبين إني مش عاوزة أعمل حاجة غلط أو حاجة يعني مش صح. فضلت يومين
يومين ما أكلموش، وهو طول اليومين دول فضل يتصل بيا كتير جدا، وأنا مرضتش أرد عليه مع إني محتاجاله، بس كنت بعند مع نفسي علشان ما أعملش حاجة غلط تاني، لحد لما جات لي دماغي كده بفكرة إني أتجوزه في السر علشان يعني ما أعملش حاجة غلط. كلمته ولقيته بيتأسف ليا على اللي حصل منه، وقال لي أنا معرفش عملت كده إزاي، بس أكيد أنا عملت كده علشان بحبك. أول لما قال لي كده قلت له مش أنت بتقول إنك بتحبني؟ قال لي آه. قلت له خلاص اتجوزني. قال لي صعب، أهلي مش هيوافقوا على حاجة زي كده. قلت له ما أنت مش هتعرف أهلك حاجة. قال لي إزاي يعني؟ قلت له هنتجوز في السر، هنتجوز عرفي علشان يعني أنا مش عاوزة أعمل حاجة غلط. قال لي أنا عمري ما عملت حاجة زي كده، بس طالما الموضوع هيفضل سر ما بيني وما بينك أنا موافق. وفعلا اتجوزت عرفي، وبحكم شغله فهو على طول كان يعتبر بره البيت، فكان بيجيلي كل يومين أو 3 أيام في الأسبوع، وطبعا معيشني في الأيام دي أجمل أيام عمري. أنا أصلا مش مستنية منه فلوس، بل بالعكس أنا كمان كنت بصرف عليه وبديله فلوس لما كان بيجي وبيقول لي الشغل مريح معاه اليومين دول. المهم أنا كنت مبسوطة جدا جدا. هو بصراحة ناعم جدا عليها وعوضني عن حاجات كتير جدا كنت محتاجاها، وما بقاش مخليني محتاجة أي حاجة، وحاسة إن هو رجعني بالعمر كأني أول مرة اتجوز في حياتي. المشكلة بقى دلوقتي إن لقيته بيقول لي إن أهله عاوزين يجوزوه بنت قريبتهم كده، وهو مش عارف يعني يعمل إيه. قلت له مش هتعمل حاجة، إحنا هنفضل زي ما إحنا كده مع بعض، وإنت اتجوز عادي جدا وتبقى تجيلي يعني من وقت للتاني، أنا أكيد مش هقف قصاد مستقبلك. قال لي خلاص تمام هشوف. وبعد فترة وراني فعلا الشبكة اللي هو جابها، هو وراني صور قراية الفاتحة بتاعته هو وقريبته. وحاليا بقى كلامه معايا وسؤاله عني بقى قليل قوي، وانا متضايقة جدا وحاسة ان انا ناقصني حاجات كتير قوي، ومش عارفة اعيش من غيره. ازاي اخليه يرجع يكلمني زي الاول ويجي البيت تاني؟